يا باشا انت جاي تصلح كل حاجه. الواد ما بيبصليش، هو عنده شهر يا ستي بيبص لك يعمل بيك ايه؟ مش شايفك اصلا، هو شايف سواد يعني. طب بما ان التلفزيونات والموبايلات، هل ده سبب مثلا من التوحد؟ العلاج السلوكي بقى والدعم جلسات بقى الأسري الحاجات دي ده جزء مهم جدا جدا جدا، وقد يكون هو العامل الأساسي في نجاح مهمة العلاج. احنا اصل الموضوع ده انا اضطراب بدات التوحد. اكتشفه الفتره الاخيره، يعني يمكن احنا الفتره الاخيره احنا العياده هنا بقت مركز، وبقى فيها بنهتم بالجزئيات دي، ويمكن انت ضفت للمركز كتير الصراحه بوجودك. فكل الاطفال دلوقتي بتيجي اللي عنده فرط حركه، اللي عنده توحد، وانت بتوجههم فعلا، حتى اللي بيحتاج جلسات تخاطب او كده، يعني برضه بياخد جلسات تخاطب عندنا هنا، وبنلاقي فيه تحسن بنسب كبيره. يعني انا حتى لاحظت ان انت بتقعد اكتر من ساعه مع الطفل، احنا فعلا وبتقعد مع الطفل لوحده، وبتقعد مع الام لوحده. الراجل ده جايب الصبر منين؟ مش كده، انا بكشف على الطفل 10 دقايق، يلا يا بابا في غيرك. فلا ما شاء الله عليك يعني. محتاجين نوضح يعني فكرة زي ما قلنا الاضطرابات النفسية، كمان مهم ان نوضح ان العامل الأسري أو الدعم الأسري ده نقطة مهمة جدا جدا جدا. دعم الأسرة نفسها للطفل، الأسرة نفسها الأب أو الأم لازم يكونوا هم خط الدفاع الأساسي والأول عند الطفل، أو في مقابل أي إيذاء أو أي ضرر أو أي إهانة أو تنمر ممكن يتعرض لها الطفل المصاب بالتوحد. إذا كان إحنا بنشوف التشخيص باضطرابات نفسية أخرى، ممكن يكون الأب أو الأم هم السبب في التشخيص الطفل بالمشكلة دي. هو الطفل بيتعرض للإهانة، بيتعرض للتنمر، بيتعرض للإيذاء الجسدي والإيذاء النفسي والمعنوي عن طريق الأب والأم. تخيل مصدر الأمان أو احتياج الأمان اللي المفروض يتوفر من ولي الأمر، من الأب والأم، ما بيبقاش متوفر عندهم. الطفل شعوره إيه في اللحظة دي؟ فمهم ان الطفل يكون لاقي احتياج الامان، احتياج الثقة فيه، احتياج التعبير عن مشاعره وعن خوفه، هم يقدروا يدافعوا عنه في اي لحظة، يقدروا يتكلموا عنه، يقدروا يوقفوا اي حد بيحاول تنمر بقى يؤذي او دي يتنمر او يعنف الطفل باي شكل او باي صورة من الصور. ودي جزئيه انا ملاحظها برضو، يعني معظم الحالات اللي متابعه معاك هنا، انا بلاقي الناس اللي مؤمنه بان ده مرض، ومؤمنه ان انت ممكن تفيدهم او كده، بلاقي ان طفلهم مع الوقت لا بيتحسن معاك والامور بتمشي كويس. ولما كنت بعتهولك غير لما جالي بعد كده، في ناس يعني الدكتور هيعمل له ايه يعني؟ تمام، طب بيكتب له علاج، انت مثلا تقول لهم هو مش علاجه مش روائي مثلا، ده هو محتاج جلسات، هو محتاج تعامل منك مخصوص في الجزئيه دي، لما يعمل كذا اعملي له كذا. الناس مش عايزه ينجز يعني، تفهمني؟ اللي هو ايه، لا اكتب له برشام ويخلص سحرية تخلص بالظبط. فالناس اللي مش مؤمنه بالجزئيه دي، تمام، بلاقي ان طفلهم مش بيتحسن، تمام. وبالتالي انت كأم او اب، انت كده بتظلمي ابنك. فجزئيه الاهتمام بتبدا منك انت، ان انت اصلا تشكي، وان انت اصلا تعرفي الاعراض، وان انت اصلا تتحركي. ولازم طالما اتحركتي اللي يقول لك عليه بقى نفذيه. يعني محتاج جلسات، محتاج تعديل سلوك معاكي، محتاج تعامل معاكي بشكل معين في البيت، اعملي كده. على فكره بيفرق، وبيفرق جدا كمان. انت لو مش مؤمنه بكده، عمر طفلك ما هيتحسن. ودي حالات انا شفتها بعيني، وشفت النمطين معاك يعني. انماط بتتحسن كتير قوي بالجلسات، وانماط خلاص جلسه والتانيه وتقول لك لا خلاص انا. العامل الاساسي بيكون على بالظبط. انت مهتمه، انت مؤمنه، الدنيا هتتحسن. لا مش مؤمنه بالموضوع، لا خلاص. الله يكون في عون ولادهم فعلا. انا في ناس او اطفال بتصعب عليا الحقيقه. يمكن فعلا من البرنامج نفسه، من باقي برامج الدعم الاسري نفسه، برنامج التكامل او العلاج بالتكامل الحسي نفسه، نشتغل شويه على بعض الحواس اللي موجوده عند الطفل، ازاي يتقبل الصوت والتلامس. برنامج تحليل السلوك التطبيقي، الطفل نفسه لما بيدخل في نوبات غضب شديدة، نوبات عنف شديدة، بنخلي احنا بنسجل وولي الامر بيسجل ما قبل يتعاملوا ازاي لما يحصل كده. بالظبط. الطفل نفسه انا غير الطبق ده، او انا اتكلمت معاه في كذا، او هو غير الاوضه دي
لأوضة تانية، أو غير اللبس ده للبس تاني، ولقيت الطفل دخل في نوبة عنف أو غضب شديدة، إيه بنسميها ما قبل الحادث نفسه والحدث وما بعد الحدث. لازم نسجل، هو البرنامج التحليلي السلوكي التطبيقي أو الاناليتيك بيهيفيورال اناليسيس أو البيهيفيورال ثيرابي، التحليل السلوكي ده أو العلاج السلوكي ده للطفل. ده نقطة مهمة جدا جدا جدا، بتفرق في تحسن الأعراض كلها اللي بتبقى موجودة عند الطفل يعني. جميل يا باشا، انت من ساعه ما جيت معانا في المركز هنا، والصراحه انا بتعلم منك كتير بجد والله. انت مؤمن بالتخصص، تمام، وبتفرق كتير مع الامهات ومع الاطفال، وانا بشوف الفرق بعيني الحقيقه. شاكر ليك، وحابب اقول لكم ان ده مش اخر لايف مع دكتور كورولوس، ودايما بنعمل لايفات معاه. عملنا قبل كده عن يعني فرط الحركه، عملنا عن الحب في عيد الحب، كانت حلقه جميله. يعني كل الحلقات دي هتشوفوها على يعني هتبقى موجوده في قناتي على اليوتيوب، هتلاقيها موجوده، وهنسيب لكم برضو اللينكات بتاعتها على الكومنتات من تحت في فيسبوك او اليوتيوب، نازلين في الاثنين. دكتور كورولوس بقى معانا خلاص، بقى مش ضيف، هو بقى صاحب مكان هنا في المركز. بيبقى متواجد يومين اسبوعيا، وهنزودهم، انت وعدتني كده المره اللي فاتت. كل الاطفال اللي بتعاني من مشاكل نفسيه، سواء بقى توحد او مش توحد يا باشا، سواء طيف توحد او فرط الحركه وتشتت الانتباه، الاطفال اللي متاخرين في الكلام، وده الحلقه الجايه على فكره، الاطفال اللي عندهم تبول لا ارادي، كل المشاكل اللي بيكون ليها شق نفسي. دكتور كورولوس هنا فرق مع اطفال المركز كتير قوي. حتى الاطفال اللي بتحتاج منهم جلسات تخاطب موجود في المركز، حتى الاطفال اللي بتحتاج تعديل سلوك موجود عندنا في المركز، اختبار ذكاء موجود عندنا في المركز. بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نعمل مركز متكامل، وبرضه مش هجيب في المركز اي حد، تمام. بس دكتور كورولوس يعني انا مش هشكر فيه، انتوا لو متابعانا من اول الفيديو هتعرفي ان الراجل ده صراحه اضافه كبيره، وربنا ينفع بيك وبعلمك، وان شاء الله كده نكون مع بعض ولايفات كتير جايه ان شاء الله. توعدنا بقى ان شاء الله. اكيد. كل سنه وانتم طيبين، الله يكرمك. كل سنه وانتم طيبين. يلا، السلام عليكم.